السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ولسه مكملين في وصفات العيد. ومن احلى الوصفات اللي انا بحبها بقى افطر بيها يوم العيد الصبح كده جنب كوبايه شاي بلبن هي القراقيش الساده اللي بطعم وريحه اليانسون كده. بتبقى خفيفه جدا وطعمها لذيذ وخفيفه على المعده، وكمان بتبقى سهله في العمايل. فلازم اعمل منها كده كميه على الاقل 3 4 كوبايات دقيق، علشان بتبقى اساسي عندي في الفطار يوم العيد الصبح. اكيد باين من شكلها انها مقرمشه جدا وهشه وخفيفه. شوفوا بتتكسر بكل سهوله ازاي وبتدوب كده في شاي بلبن. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. هنحتاج للقراقيش الحلوه بتاعتنا دي 3 كوبايات ونص دقيق، والدقيق اللي انا بستخدمه هنا هو جميع الاغراض منخولين، وهحط عليهم ذره ملح صغيره. كمان معلقه من البيكنج باودر، معلقتين من السمسم، لازم يكون متنقي كويس والسمسم ده محمص. هضيف بقى عليهم معلقة من الشمر واليانسون، برضو حمصتهم وطحنتهم كده في المطحنة بتاعة الخلاط طحن بسيط. وعليهم بقى معلقة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. هقلب كل المكونات الجافة دي تقليب كويس، وبعدين بكون مجهزة كوباية من المادة الدهنية، سمنة على زيت، نصها سمنة ونصها زيت بدرجة حرارة المطبخ عادي جدا، مش مسيحاه ولا حاجة. ببتدي انزلها على الخليط وابس كده الدقيق كويس قوي كأني بعمل كحك. بشرب الدقيق والمواد الجافة من السمنة والزيت. عملت الخليط ده لان السمنة بتدي ريحة حلوة للقريش، وفي نفس الوقت الزيت بيديها القرمشة، بيخليها خفيفة وهشة ومقرمشة. فانا بحب اعملها بالخليط ما بين الاتنين، ممكن تكتفي بالسمنة بس او بالزيت بس زي ما تحبي يعني. ودي نص كوبايه من الحليب دافي علشان اخلي الخميره تتفاعل والقريش تخمر بسرعه. فهي مش سخنه ومش من التلاجة، انا مدفيها كده بس تدفيه بسيطه. هعجن بيها وهنزلها بالتدريج لان ممكن العجينه ما تحتاجش نص كوبايه كامله. بنزلها كده بالتدريج وبعجن، وكل ما الاقيها اتشربت والعجينه ناشفه شويه بضيف شويه كمان. بالنسبة للشمر واليانسون، لو مش بتحبي نكهة اليانسون والشمر في القراقيش خلاص ممكن تشيليها عادي، مفيش اي مشكلة. ممكن تكتفي بالسمسم، بيديها طعم لذيذ. وممكن كمان لو عندك ريحة كحك بودر تحطي شوية. بغطيها كويس ببلاستيك وفوطة وبركنها نص ساعة تخمر. ده شكلها بعد نص ساعة بقيت هشة جدا وحجمها تضاعف. ببتدي بقى اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باخد جزء من العجينة بلفها رول وبضغط عليها بايدي، وببتدي بقى بالسكينه كده بقطعها بالورب. بسويها من الجوانب علشان تطلع شكلها حلو. ومش برفع العجينه قوي، يعني الرول اللي انا بفرده ده مش برفعه. شايفين شكله يعني تقريبا 2 ملي، مش برفعه عن كده علشان ما يتحرقش، وفي نفس الوقت مش بخليه تخين. عملت معايا صينيه كبيره، صاج كبير، والصينيه الصغيره دي بتدخل الفرن على الشبكه على درجه حراره 170، بتقعد تقريبا 25 دقيقه. وده شكلها، تاخد اللون الخفيف كده الذهبي الخفيف من تحت. ولو ما خدتش اللون من فوق ولا عليها الشوايه دقيقتين 3 بس، هي الحمد لله اخدت اللون من فوق من تحت بدون شوايه. قعدت 25 دقيقة بالظبط، وطلعت ريحتها طبعا مالية البيت، وخفيفة جدا وهشة وتحفة، طعمها تحفة يا جماعة. جربوها بنفس المقادير دي، المقادير بتاعتها مظبوطه بالملي. انا حبيت اعملها ساده علشان تكون كده خفيفه على المعده وتكون كمان اقتصاديه. لو حابين تحشوها عجوه نفس الطريقه كده، وهتجيبوا العجوه هتعجنوها بشويه سمسم ومعلقه من الزبده او السمنه وهتحشوها عادي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب القرايش تكون عجبتكم. تنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس علشان توصلكم اشعارات بكل حاجه جديده انزلها. شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.